أول يوم شغل لصاحبي شوقي في مطعم بيتزا، والواد كان داخل بمئة طموح، لابس القميص اللي أمه كويتهوله وباس إيديها وقالها هفرحك يا ماما وأبقى مدير. دخل المطعم، أول مهمة يلم الطلبات من الزباين. الزبونة قالت له ممكن بيتزا بالخضار، بس من غير بصل ومن غير فلفل ومن غير زيتون. بصل صاحبي وقالها يعني حضرتك عايزة عيش وجبنة؟ ضحكت، والمدير واقف بيراقب من بعيد. قاله ركز يا شوقي، مش أي ضحك يبقى نجاح. بعدها دخل المطبخ يساعد في الطلبات. المدير قاله هات لي عجينة بيتزا جاهزة. الواد رجع له برغيف عيش بلدي. قاله لقيت العجينة نايمة فقلت أصحيها بالتدريج. بس الكارثة الحقيقية حصلت لما دخل يوزع الطلبات. دخل على ترابيزة فيها عيل صغير بيعيط. أمه قالت له ممكن تضحكوا؟ شوقي قالها أقول نكتة ولا أخليه يشتغل معايا في المطبخ؟ إحنا ناقصين زعيق. لو بتحب سيدنا محمد حط لايك واشتراك واكتب استغفر الله العظيم في التعليقات. المدير قالوا يا شوقي بدل ما تضحك العيل هتبكي أهله. وأول يوم كان آخر يوم. رجع البيت وقال لأمه فرحتك هتتأجل، المطعم قفل بسببي.